شفت الست دي بتقول لك هتعمل ايه في جهاز بنتها وهي بتجوزها؟ شوف كده. احنا لما بنجهزهم ما تهنش بنتك، ما تهنيش بنتك. اللي ياخدها بطولها. ايوه اللي سمعتوه ده صح. انا عندي بنتي قاعده معززه مكرمه ببيتي، واي حد عنده بنت يجي العريس واهله يخطبوا ايد البنت ويطلبوا ايديها لابنهم. اول حاجه يتكلموا فيها احنا علينا ايه وانت عليك ايه. انا عليا ايه يا باشا؟ انا بديك بنتي وعليا كمان؟ انت مش مستكفي من البنت مش كفايه؟ اديك عليها ايه؟ اجيب لك على طقمين حلل وتلاجة وغسالتين؟ مش انت عايز كده؟ لا والله انا ما بعملش عروض على بنتي ولا عرضتها عليك للجواز. انت اللي جاي لحد البيت اديك عليها حاجه ليه؟ انا بنتي لو احنا وافقنا تاخدها بشنطه هدومها وتكون دافع مهر نجيب منه الهدوم. انا بنتي جايه لك بيتك انت تجيب لها؟ عيب، اهانه للبنت وليك. اجيب لبنتي الحاجات اللي هتستعملها ببيتك ليه؟ خد المصيبه. المفروض الاب والام يجيبوا لبنتهم الهدوم الخاصه اللي هتلبسها لجوزها عشان يتهنى ونعمل رجاله. اجيب لك بنتي وعليها الحلل والمعالج والسكاكين اللي انت هتاكل فيها والغساله اللي تغسل لك فيها هدومك والتلاجة والملايه اللي انت هتنام عليها. في فرق بين الايفون والموبايل الصيني. الايفون بيطلع لوحده كده بسعره غالي، الصيني بيطلع عليه سكرينه وجراب وسماعه عشان يتباع. والبنت ايفون مش تليفون صيني تطلع بطولها. يعني انا مدياك روحي، مدياك بنت كمان اجيب لها؟ لا وبيطلبوا كمان ويشرطوا. شفتوا احنا وصلنا لايه؟ يعني وحد يقول لك دي مساعده؟ لا مش مساعده. اساعده ليه؟ هو انا اعرفه؟ انا ساعد ابني. انت محتاج مساعده ليه من ابو العروسه وام العروسه؟ جاي لما انت محتاج مساعده جاي تتجوز ليه؟ هي البنت تستاهل قصر مفروش، بس انت هات على قد امكانياتك وظروفك افرش بيتك ان شاء الله يكون اوضتين وصاله. المصيبه الكبيره دلوقتي ابو العروسه وامها بيجيبوا كل حاجه لبنتهم، تروح لبيت عريسه شايله ومحمله وتملى الشقه عزال، وتيجي ام العريس تقول لها انت جايبه 3 اطقم حلل بس، كنت المفروض تجيبي 6. في مثل انا ما بحبوش بتوع التنميه البشريه دول بيقولوه، بس انا هقوله. اللي هتدي النهارده بمزاجك بكره هيبقى واجب عليك ومش هيعجب. تديله صباعك ياكل دراعك. انت جايبه 30 ملايه المفروض تجيبي 60. ليه يا اختي؟ هو ابنك عنده تبول لا ارادي؟ ده لو بيعمل بيبيع على نفسه مش هجيب له الرقم ده. ما تجيبي لابنك. انا افرش لابنك ليه؟ اهانه، عيب. ده تقبلوا على بنتكم تروح للعريس جايباله. والله يا اخوانا المفروض الموضوع ده يبقى موضوع خطبة الجمعة في كل المساجد، لاننا بقينا بنصعب الحلال على بعض قوي، وبقى موضوع بايخ ومستفز. الناس بقت بتاخد قروض علشان يعرفوا يجهزوا بنتهم، والشاب لازم يجهز شقته سوبر لوكس وحاجة كده ما انزل الله